اعزائي الاهاليكم حماده الاول. انا كان نفسي اكون موجود في الحادثه اللي هناك الاربعه الشباب، بس ببعت نصيحه لكل الشباب وكل البلاد اللي هي موجوده على الريحات او على الترع او على المصارف او على النيل في الصعيد، على افرع النيل دمياط رشيد. اي ولي امر يعرف ابنك رايح فين، لان معظم الولاد مش هتبقى زي الولد اللي قدامي. الولد اللي قدامي ده واحنا بنطلع عربيه مقلوبه في قريه اسمها قريه متولي التابعه للمركز مدينه ابو حمص. لقيته عايم، عايم كويس، بس ممكن طفل تاني في سنه ما يكونش بيعوم زيه، هينزل يعمل زيه هيغرق. فرساله بس لكل اهالي القرى اللي هي موجوده على الرياحات او على الترع، خلوا بالكم على اولادكم، الميه مش ملهاش كبير. انا كغواص ممكن اتعرض للغرق في اي وقت ممكن، ما بالكم بقى لو واحد طفل متوسط في السباحه او ما بيعرفش يعوم ونزل الميه زي دي. الميه دي طلعت المحموديه، عايز اقول لكم عمق في بعض المناطق فيها لقيته 7 متر. فربنا يستر علينا. متوسط اطوالنا كلنا معروف، الاطفال اهوت هنقوله متر و50، فما يجيش حاجه جنب الاعماق الكبيره الموجوده. فعايز اقول طبعا للناس تحترس. الميه زي الكهرباء، الميه خطورتها زي الكهرباء، لو حد يقدر يمسك سلك الكهرباء ينزل الميه بالليل او ينزل وهو متوسط السباحه. فالناس ما بتعرفش تعوم تحاول تبعد عن الرياحات وعن الترع والمصارف، وربنا يا رب يصبر كل اهل الغرق يا رب. انا بشكرك ان انت شاطر. علمت نفسك ازاي؟ اتعلمت لوحدي. لوحدك؟ بس ما تاخدش حد ما بيعرفش يعوم معاك. ما كنتش حد ما يعرفش يوم، اللي بيعرف يوم بينزل، ما يعرفش يوم ما انت بينزل. اسمك ايه؟ محمد. محمد، انت واد شاطر، ويمكن انت قلت لي كلمه حلوه قوي. انت راجل البيت دلوقتي موجود على بنات، صح؟ مش انت اخوهم الولد وهم بنات. انت لازم تبقى شاطر وراجل وجدع وتحافظ على نفسك، ما ترميش نفسك وهم محتاجينك برضه. ماشي؟ تنزل دايما بس انا ما